السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الأذكار الخمسة التي تنجيك من الحزن والاكتئاب؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد في ظل الظروف الصعبة اللي الدنيا عايشاها ناس كتير جدا بتعاني من الحزن ومن الهم ومن الاكتئاب. عافانا الله وإياكم من الحزن والاكتئاب وصرف الله عنكم كل مكروب يا رب العالمين. فهناك 5 أذكار بفضل الله أولا، ثم بعد ذلك بفضل تلك الأذكار ينجيكم الله عز وجل من الحزن والاكتئاب. تعالوا نشوفهم بسرعة، بس نصلي برضو على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. رقم 1 الإكثار، وبقول الإكثار من قول حسبي الله ونعم الوكيل. ناس كتير حبايبي فاكرين ان كلمة حسبي الله ونعم الوكيل الإنسان ما بيقولهاش إلا على واحد ظلمه. لا، حسبي الله ونعم الوكيل معناها أنك وكلت ربك في جميع شؤون حياتك. فتخيل وتخيلي أن الله عز وجل هو الذي يدبر لكم أمور حياتكم. قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 4 كلمات كان قدامها 4 ثمرات. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله أكبر. إذن فلا بد للإنسان أن يكثر من حسبي الله ونعم الوكيل. ولما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار وجاءه جبريل عليه السلام قال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قول حسبنا الله ونعم الوكيل. فأكثروا منها، أكثروا من حسبنا الله ونعم الوكيل أو حسبي الله ونعم الوكيل، لأنك بذلك ولأنك بذلك تكونوا وكلتم ربكم عز وجل في أن يدبر لكم كل شؤون حياتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن كان الرحمن الرحيم الغفور الرحيم الودود الذي يتودد إلى عبادي وهو الغني عنهم، إن كان هو الذي يدبر شؤون حياتكم، فكيف تكون حياتكم؟ هتكون أسعد حياة بفضل الله سبحانه وتعالى. الذكر الثاني هو الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لما بقول لا حول ولا قوة إلا بالله فأنا بنخلع من حولي وقوتي إلى حول الله وقوتي. وكما تعلمون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وهي والله هي دواء لأمراض كثيرة جدا أدناها أقلها الهم والغم. أي لا حول لي عن الخلاص من الهموم والكروب والاكتئاب إلا بالله سبحانه وتعالى. لا حول لي من الانتقال من الحزن إلى السعادة إلا بالله. لا حول لي من الانتقال من الفقر إلى الغنى إلا بالله سبحانه وتعالى. فأكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. رقم 3 الإكثار من دعاء سيدنا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف سيدنا يونس عليه السلام كان في ظلمات 3: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وهو في الظلمات 3 يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمع الملائكة صوت نداء يونس عليه السلام، قالوا: يا رب صوت معروف جاء من أرض غريبة. قال: أجل، هذا صوت عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي يصعد إليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة؟ قال: بلى. قالوا: اللهم شفعنا فيه. فقبل المولى عز وجل شفاعة الملائكة فأمر الحوت، وهو جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأمر الحوت فلفظ يونس عليه السلام على شاطئ البحر
وبعدين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة قرع العسل فيها 3 مميزات كان سيدنا يونس محتاجها. الميزة الأولى إن ورق الشجر بتاعها عريض، وهو طالع من بطن الحوت جلده متهرم لا يستحمل أو لا يتحمل يعني ضوء الشمس أو أشعة الشمس، فكان هذا الورق يعمل له ظلا ظليلا حتى يستظل من ضوء الشمس أو من حرارة الشمس. الحاجة الثانية إن الورق بتاع شجر اليقطين بيصدر رائحة لا يشمها الإنسان ولكن تشمها الحشرات وتنفر منها، وكان سيدنا يونس محتاج إن فعلا أي حاجة تبعد عن جسده، أي حشرات أو أي شيء من الأشياء المؤذية، لأن جسده كان لا يتحمل ذلك أبدا. الحاجة الثالثة إن شجرة اليقطين اللي هي القرع العسلي فيها 3 مميزات، فهي طعام وشراب ودواء في نفس الوقت بفضل الله. فلما شفاه الله عز وجل واكتملت صحته وعادت إليه عافيته قال جل وعلا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال ابن عباس بل يزيدون 20,000، يعني أرسله ل120,000 فآمنوا بالله عز وجل سبحانه وتعالى. إذن نكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال جل وعلا عن يونس عليه السلام فنادى في الظلمات، 3 ظلمات، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال جل وعلا فاستجبنا له بفاء التعقيب والسرعة، فاء الفرج، فاء السعادة والنجاة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. والموضوع ده مش خاص بسيدنا يونس لوحده، لا، قال جل وعلا بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. ولذا علق النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح فقال صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون، أي دعوة صاحب الحوت اللي هو يونس عليه السلام، إذ دعا بها، يعني حين دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الله أكبر. يعني لو أكثرنا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم جلسنا ندعو، فالله عز وجل يستجيب دعاءنا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4 كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى عنه 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. بل أخبر أن من صلى عليه 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عليه سبب عظيم في تفريج الهموم وفي مغفرة الذنوب ودخول الجنة، كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك. خير لك لأن النبي مش محتاج إن احنا نصلي عليه، بل احنا اللي محتاجين نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبي كان ليه وقت معين عامله للذكر، فقال له إذا أجعل لك الربع يا رسول الله، يعني ربع الوقت ده. قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له طب التلت، طب النصف، طب الثلاث ارباع. فقال له في الآخر بقى إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم إذن يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. يكفيك الله همك، يكفيك الهموم والحزن والاكتئاب والمشاكل والكوارث اللي الإنسان عايش فيها، كل شيء يكفيك كل الهموم ويغفر لك ذنبك. فمن غفر ذنبه دخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 ودي آخر حاجة، أن نقول في كل يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده. فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقد يسلط علينا الحزن والاكتئاب
والابتلاءات بسبب ذنوبنا. فإن غفرت ذنوبنا التي هي بالمليارات، لو غفرت بقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، ففي ذلك الوقت يخلى بيننا وبين السعادة وبين الخير وبين الثراء وبين المال وبين كل خير من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الذنوب